مرة كنت بعرس وخطر لي أسأل مين اخترع فكرة الفستان الأبيض للعرس. وسألت أول وحدة قاعدة جنبي ليه فستان العروس دايما أبيض؟ طلعت فيني شذرا وزورتني، هي وماسكة ابنها بإيد وعم تطعم التاني بإيد. قالت لي من زمان كانوا يقولوا الوحدة بس تتزوج ما بتطلع من بيتها بدون إذن زوجها إلا على القبر، يعني الفستان الأبيض ليذكرنا بالكفن لو خالفنا أمر زوجنا. إنه ولو أكيد ما هيدا الجواب يلي بينقال ولا الحقيقي أصلا. على الأقل تقلي إنه الفستان الأبيض هو دليل على النقاء وإنه بيلبسوا ادعاء منهم إنه أيامهم حتكون بيضة وحلوة مثل الفستان. المهم الملكة فيكتوريا، وهيدي الملكة من أشهر الملكات بتاريخ بريطانيا، وحكمت من سنة 1837 لحتى ماتت سنة 1901، ومن أطول فترات الحكم ببريطانيا كان حكمها يلي ضاين 63 سنة. الفترة يلي حكمت فيها كان اسمه العصر الفيكتوري، يلي صار فيه كتير تقدم صناعي ثقافي وعلمي، وكانت فيكتوريا من أكثر الملكات أناقة ببريطانيا. بالقرن التاسع عشر سنة 1840 وقت تزوجت فيكتوريا من الأمير ألبرت، اختارت أنه تلبس فستان أبيض لتزيد من أناقتها، ومن وقتها صار الفستان الأبيض معتمد بكل العالم. ومعلومة سريعة، من زمان كانوا معتمدين اللون الأحمر لفساتين الأعراس. منيح اللي صار أبيض، ومنيح إنه أفكار أول بلشت تندثر. وهيك بتكونوا عرفتوا شو أصل الفستان الأبيض. أصل شو حابين تعرفوا خبرونا بالكومنتس.